السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة جاية لكم فيديو جديد وأكلة جديدة ان شاء الله تعجبكم. قلت أفصل بيها كده التنظيفات الشتوية وارتاح النهاردة. كمان الأكلة دي بالنسبة لي بتبقى عايزة يوم فاضي مش بعمل فيه أي حاجة غيرها، وهي بقى والروتين بتاع المطبخ بالليل وخلاص على كده. أول حاجة وريتكم الطماطم دي أنا كنت شايلاها في الفريزر وطلعتها، سبكتها يعني. وكمان فرمت كده بصلتين كبار للتسبيكة بتاعتي، وحطيتهم في حبة زيت كبار شوية علشان تبتدي ان هي اشوح يعني البصلاية للتسبيكة. بعد كده ابتديت هنا انزل معاكم بالكرنب بتاعي. انا الكرنبايه بحب اسلقها، احطها كلها في الميه، بس هنا الاول شلت الكام ورقه دول كده من على الوش وابتديت ان انا شلت القلب بتاع الكرنبايه. وهنزل دلوقتي بالكرنبايه كامله معاكم في الميه، هتشوفوا هتبقى عامله ازاي. بس هنا هجيب الكرنبايه اهي، هنزل معاكم بيها، هخلي الوش اللي فيه التجويفه الاول مكان ما انا شلت القلب، هو اللي وشه لتحت ودقيقه، وهبتدي اقلب الكرنبايه. وبعد كده دقيقة تانية وهبتدي بقى ان انا اسحب الورق بتاعها بالراحة، واحدة واحدة علشان ما يتقطعش مني. انا جربت طرق كتير كلها كانت دربكة، بس دي اسهل طريقة ماما علمتها لي، بصراحة هي حلوة قوي. انا يا دوب بحط الكرنبايه زي ما انتم شايفين كده، التجويف ده انا بشيل قلب الكرنبايه بالسكينه، وبعد كده احط الكرنبايه كامله في اكبر حله عندي، او حسب حجم الكرنبايه بتاعتك يعني. وبتبتدي بقى ان انتي تسحبي منها الورق كده واحده واحده علشان ما يتقطعش. بصراحه يعني ماما ربنا يخليها لي مسهله عليا كل حاجه في الدنيا، فربنا يا رب يبارك لنا في كل امهاتنا يا رب وما يحرمناش منهم. هنا ابتدت بقى البصلاية ان هي خلاص تتشوح، وهنا كمان الطماطم كانت خلاص بالنسبة لي كده اتسلقت. هروح اضربها بالهاند بلندر واصفيها، وخلاص هنا البصلاية كانت يعني تمام، فنزلت فوقيها بالطماطم. هي الطماطم كده كانت تعتبر خلاص متسبكة، بس انا هسيبها تتسبك مع البصلاية شوية. بس هنا كده الصلصة كانت تمام واتسبكت. هبتدي انزل بالرز بتاعي، انا الرز كنت غسلاه ونقعاه بقاله شوية، هنا بقى بصفيه وبنزل بيه معاكم. طبعا اكلة المحشي دي يعني قليل قوي لو لقينا حد ما بيحبهاش، انا عن نفسي لو اكلت محشي كل يوم مش هزهق منه، بحبه جدا جدا بكل انواعه. بس كده اخر رز معانا نزلنا بيه، وهبتدي بقى ان انا اقلب الرز، بحب اديله اسيبه يتشرب كده مع الصلصة يعني دقيقتين تلاتة، وبعد كده انزل بالخضرة بتاعتي. هنا حطيت فصين توم، انا بحطه في التسبيكة عادي بس انا نسيت احطهم، فحطيتها عادي معاهم كله هيتقلب. ونزلت بالخضرة بتاعتي، اخر حاجة بنزل بيها الخضرة علشان ما تتبلش معايا، وكمان يبقى ليها ريحة كده وطعم في التسبيكة. حسيت ان الخضرة هنا اللي انا جايباها قليلة، فكان عندي خضرة في التلاجة، وكنت كمان حاطة معاها نعناع. انا بحب احط مع المحشي نعناع جدا، فحطيت كده، وحطيت بقى فلفل اسود وملح وكزبرة ناشفة. دي بالنسبة لي توابل المحشي ما بحطش غيرها خالص. هنا بقى كنت شموا الريحة بجد، يعني ريحتها جبارة. قورت البتنجان وكمان كنت عاملة فلفل، بس للأسف نسيت أصور الكرنب معاكم لما قطعته. هنا هعمل التتبيلة بتاعة الفراخ، طماطم وبصل وفلفل، هحط معاهم فصين توم، اهو التوم. وهبتدي بقى احط الصوصات بتاعتي والتوابل بتاعتي. بس هنا هحط معلقة كبيرة كده باربيكيو، هحط كمان صويا صوص معلقة برضو كبيرة، وهحط حوالي معلقة كبيرة برضو دبس رمان. دي الصوصات دي انا بحبها جدا ومش بستغنى عنها في اي توابل، بحط بابريكا مدخنة وملح وفلفل اسود وجوز الطيب وحبهان. التتبيله دي جربوها هتعجبكم جدا جدا، في شوي الفراخ بتبقى طعمها تحفه تحفه. وفي الاخر بقى لما كمان حطيت زعتر في الاخر بقى لما الفراخ بتستوي، دوقوا طعمها. طبعا انا بعمل فتحات في الفراخ الاول علشان تشرب التتبيله، وسبت التتبيله دي يعني حوالي 4 5 ساعات، انا كنت عاملاها من الصبح بدري ومصوراها معاكم.
كانت على بال ما شربت بقى من التتبيلة وأنا مفتحة عاملة تفتيحات في الفراخ كده، كان طعمها تحفة. ألف هنا يا رب للي أكل حاجة منهم، ويا رب طريقتي تعجبكم كده في الأكل. بس هنا بقى كانت التتبيلة خلصت كده، شايفين شكلها كان تحفة وريحتها بقى. هنا بقى لبست الجلافز كده، نزلت التتبيله بتاعتي وابتديت بقى ان انا اتبل بيها الفراخ كلها كويس، وهدخلها بقى التلاجة، اسيبها في التتبيله دي زي ما قلت لكم كده 4 5 ساعات. لو تقدري انك تعمليها من بالليل وتبيتيها ليله بحالها هتبقى احلى واحلى يعني. انا معظم الوقت ببيتها من بالليل لحد الصبح، بس النهارده كنت مستعجله. هنبتدي بقى خلاص، هنا كنت جيت اسويها، هنبتدي بقى ان احنا نرصص الفراخ مع بعض. وهنزل بقى بباقي التتبيله بتاعتي عليها، بس هوزع بقى التتبيله كده على الفراخ، وحطيت لها حبه زيت كده صغيرين علشان بس يعني تحميره الوش كده، ودخلتها الفرن على درجه حراره 210، وشغلت لها المروحه وسبتها بقى براحتها خالص تستوي. هنا بقى كان المحشي، لفيت قطعت المحشي ولفيت المحشي وحشيت المحشي وجيت معاكم. هنبتدي بقى، عملت هنا التشريبة بتاعة المحشي، بحط للكرنب لحد نص الصفة الأولانية كده، يعني بحط مية شوربة على الكرنب لحد نص الصفة الأولى بس، وبغطي عليه وبسيبه بقى يعني يغلي، وبعد كده بوطي عليه بقى يستوي براحته. هنا برضو بحط حوالي التلت كده البتنجان والفلفل. هنا بقى كانت الفراخ كمان في الفرن، فولعت على الاكل كله كده مع بعضه علشان نخلصه. هنا بقى الفراخ كانت طلعت زي ما انتم شايفين، والله الكاميرا ظلماه لونها افتح من كده وجميل جدا. وهنا المحشي خلاص كان استوى، وده شكل الاكل بتاعي. بس كده، اشوفكم في فيديو جديد. دمتم سالمين.